السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض جاتو الصاج ببيضتين فقط. هنطلع 12 قطعة جاتو وبطعم خرافي بس في الاول ما تنسيش تحط لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. الاول كده نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، هحطهم في بولة كده. دي اول حاجة كده كانت معايا، وبعدين هحط كده عليهم البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات كده، وبعدين هحط ذرة صغيرة خالص من الدقيق كده. انا محطتش اللي في ايدي دي كلها اهو كده علشان بس يظبط معايا الطعم اكتر. وبعدين تاني حاجة معايا هحط 3 معالق من الكاكاو الخام، كاكاو خام يكون نوع كويس بالشكل ده كده. هبتدي دلوقتي ان انا اخلط كل المكونات دي مع بعض كده بمضرب سلك كده اهو كده، اخلطهم كويس جدا مع بعض. وبعدين هنا معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش في التلاجة خالص، يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. هنزل بيهم كده في قلب الخلاط، عليهم كوباية كبيرة من السكر بالشكل ده كده. هبتدي دلوقتي ان انا اخلط البيض مع السكر. يبقى كده ايه معايا في الخلاط؟ بيضتين وكوباية كبيرة من السكر، سكر تومين عادي خالص. هضربهم كويس في الخلاط لحد لما اتأكد ان السكر داب معايا تماما اهو كده. خلاص هو كده بقى تمام. ما ننساش برضو طبعا الفانيليا، معايا تذكرتين كده من الفانيليا، هنزل عليهم كده على البيض والسكر كده. لو وصلت معايا لحد هنا حبيبه قلبي ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وتنوريني وتشرفيني باشتراك. معايا هنا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، ودي حاجه مهمه جدا في الجاتو الصاج اللي احنا هنعمله. كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، ما تكونش دافيه قوي، يا دوبك كده حاجه بسيطه. هنزل برضو على السكر والبيض اللي في الخلاط كده اهو، وهضرب كويس جدا. وبعد ما حطينا 3/4 كوباية مية دافية، عفوا انا نسيت، 3/4 كوباية مية دافية، عليهم كوباية الا ربع من الزيت. هنزل كده سرسوب كده في الخلاط مش مرة واحدة، وهضرب اهو كده بالشكل ده. بعد ما ضربناهم كويس جدا لحد ما لونهم فتح كده بالشكل ده، هجيب الخليط بتاعي اللي احنا عاملينه قبل كده، اللي هو كوبايتين الا ربع من الدقيق، عليهم 3 معالق من الكاكاو، وعليهم طبعا خميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر، وذرة ملح. هنزل كده بالخليط كله اللي كان معايا في الخلاط، هنزل عليهم كده وبمضرب يدوي كده بالشكل ده اهو كده، لحد لما الخليط بتاعي كله يمتزج كده مع بعضه بالشكل ده كده، واوصل للقوام ده. شايفين اهو القوام اللي انتوا شايفينه ده، لا سايل قوي ولا تقيل قوي. هجيب كده صاج مبطنة بالدقيق عادي خالص، او مثلا لو عندك ورق زبدة ممكن تحطيه في قلب الصاج. هنزل كده بالخليط بتاعي كده بالشكل ده كله اهو كده.
سويته كويس كده في الصاج بالشكل ده كده، وهحطه في الفرن على درجة حرارة 180 بالشكل ده كده. وطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما شاء الله، يعني هش جدا ما اقولكمش اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. ممكن هنا تسقي الكيك بتاعنا او الجاتو بتاعنا بلبن او بسيرب خفيف زي ما انت حابه. انا هنا عملت معلقتين من القهوه سريعه الذوبان على معلقه من الكاكاو، وهسقيهم بالشكل ده كده. النسكافيه بيعمل ريحه وطعم حلو قوي للكيك بتاعنا اهو كده. بعد ما سقيناه كده هسيبه يبرد خالص. هبتدي دلوقتي ان انا اعمل الكريم شانتيه بتاعنا كده. المضرب الكهربائي جبت باكت كده من الكريم شانتيه ونزلت بيه بالشكل ده كده لحد ما عمل منقار كده معاه بالشكل ده كده، يبقى كده خلاص بقى تمام. حطيت طبعا نص كوبايه من الميه الساقعه او كوبايه حسب كميه الكريم شانتيه اللي عندك لحد لما تقل معاه بالشكل ده. حطيت برضو على الكريم شانتيه معلقه كبيره من الكاكاو الخام علشان تديني اللون اللي انا عاوزاه، لون يكون فاتح شويه كده، بس هو مش باين معاه في الكاميرا كويس اهو كده. كريم شانتيه كده لونه غامق حلو اهو كده. هبتدي كده ان انا احط كميه من الكريم شانتيه بتاعنا واسويه كويس بالاسباتيولا كده او اي حاجه تكون متواجده عندك اهو اهو كده. هساوي كويس طبعا الكميه كلها كده اهو. ما ننساش طبعا واحنا شغالين كده نصلي على سيدنا محمد كتير عليه افضل الصلاة والسلام علشان حاجتنا تطلع زي الفل كده، حلوة كده وزي الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو بالشكل ده كده. بعد ما هنا ما ظبطناها كويس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هحطها في التلاجة كده ساعة الا ربع، ما يقلش عن كده، او ساعة في الحر اللي احنا فيه ده علشان الكريم شانتيه بتاعنا يتماسك كويس. هنا هنعمل مع بعض جناش الشوكولاتة، سهل جدا. لجناش الشوكولاتة بقى نحتاج ايه؟ ربع كوباية من السكر مع ربع كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى مع ربع كوباية من الزيت اهو كده بالشكل ده. كل حاجة كده ربع ربع ربع، مع ربع كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية اهو كده. هنزل عليهم كده. هبتدي دلوقتي ان انا اضربهم بالمضرب سلك كده، ادوبهم الاول قبل ما احطهم على النار اهو كده. هدوب كله كده مع بعضه قبل ما انا احطه على النار. هنا بقى حطيته على النار لحد لما خد غلوة بسيطة كده خالص، ورحت منزلاه من على النار تخليه يبرد تماما معاكي
خالص في التلاجة، وبعدين ننزل بيه على الجاتوه الصاج بتاعنا بعد ما طلعته من التلاجة كده، وبقى الكريم شانتيه تماسك وبقى تمام. نزلت عليه بجناش الشوكولاتة زي ما انتوا شايفة كده، اللون تحفة حلو قوي واللمعة جميلة اهو كده. هحطه بقى في التلاجة حوالي ساعة علشان الجناش بتاعنا يمسك كويس. بعد هنا ما مسك كويس طبعا هجيب سكينة كده اهو كده، وهبتدي ان انا اقطع زي ما انت حابة تقطعي، قطع اصغر اكبر زي ما انت حابة. هيطلع معاكي قطع، يعني القطع اللي انت هتكوني محتاجاها اهو كده بالشكل ده. طبعا انا بحط السكينة كده، احطها في مية سخنة علشان تقطع معايا على طول كده اهو كده. انزل بالسكينة بتاعتي في المية السخنة، وبعدين ايه ارجع اقطع تاني كده زي ما انتوا شايفة كده اهو كده بالشكل ده. طبعا انا هنا قطعت ال 12 قطعة، 12 قطعة جاتوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي هنا ان انا ازين الجاتوه بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده، على زي ما انت حابة تزيني الجاتوه بتاعك والحاجة المتواجدة عندك اهو كده بالشكل ده. طبعا هش جدا وطعمه حلو قوي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم ما كنش طولت عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.